السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي قناة تجربتي قسم الموتوسيكلات. ازيكم يا رجالة؟ لو انت الصبح كده وانت بتسخن المكنة وبتدي اول غيار لقيت فيه رزعة، ممكن تعمل التركات الصغيرة كده، هتفرق معاك كتير. يعني وانت بتدور الصبح واول ما تدي الغيار الاولاني بتحس ان هو بيرزع جامد معاك وبيختفي الموضوع ده بعد كده، اعرف ان ورق الدبرياج ساعتها بيبقى ناشف، بيبقى محتاج بس يخش له زيت. فانت كل اللي هتعمله وانت بتسخن الصبح، هتروح لامم ايد الدبرياج كده، ماسكها لامم دبرياج لمدة دقيقة او دقيقتين بس. هتلاقي ان ورق الدبرياج بس يخش له زيت. هتلاقي وانت بتدي اول غيار بقى وانت طالع كده، هتلاقي الموضوع بقى انعم شوية. وتعود على كده، تعود وانت بتسخن الصبح هتلم الدبرياج، ورق الدبرياج يخش له زيت. الموضوع دوت بيعمر ورق الدبرياج شوية، يعني بيخلي فترة شغله أطول، العمر الافتراضي بتاعه أطول. ودي برضو تخلي بالك وانت بتغير ورق دبرياج، الورق اللي انت هتركبه تحاول تحطه في زيت قبلها لمدة يومين 3 قبل ما تركبه في الموتوسيكل بتاعك. هيشتغل معاك فترة شغل أحسن، ومش هيتحرق غير بعد فترة طويلة. ده حاجة بسيطة كده قلت أقولها لكم، وياريت تكونوا استفدتوا.